دكتور معانا اسئله كتير من اسئله المشاهدين. اتفضل. اتمنى ان احنا نقدر ناخد اكبر قدر مع حضرتك. اتفضل. معانا سؤال من هناء اسماعيل بتقول لو سمحت يا دكتور، عندي التحاليل مبينه سرعه الترسيب عاليه والتهاب في العظم، وعندي التهاب في فقرات الرقبه وشد عضل مستمر، ودكتور العظام قال اروح لحد تخصص روماتيزم. طيب احنا دلوقتي عندنا تحليل سرعه ترسيب عاليه وعندنا التهاب في مفاصل والتهاب في عمود فقري، دي لازم تروح لدكتور الروماتيزم فعلا. ليه؟ لان سرعه الترسيب اولا كلمه عاليه كلمه مطاطه، يعني ممكن عاليه بالنسبه لها 25 او 75 او 95، فالنسبه بتفرق. الحاجه الثانيه نحتاج تحاليل ثانيه زي السي ار بي اللي انا لسه قال عليه، زي صوره الدم، الانيميا، في انيميا ولا ما فيش، وفي هل في روماتويد ولا ما فيش، توزيعه المفاصل. يعني برضه هي بتقول ايه، انا عندي الم في المفاصل، المفاصل دي ايه؟ هل هي صوابع؟ هل هي كوع؟ هل هي كتف؟ هل هي ركبه؟ طيب العمود الفقري نفسه ممكن يكون المرض اللي فيه مرض مناعي، في امراض مناعيه بتيجي في العمود الفقري، ممكن يكون حاجات عاديه من اللي هي الخشونه او الانزلاقات، دي لازم تروح لدكتور الروماتيزم يشوفها.